انا جيت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير في احسن صحه واحسن حال وراحه بال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى ارجع لكم فيديو قوي جدا وكده نبقى عملنا كل تجهيزات العيد عشان ندخل على تنظيفات العيد اللي مش بنخلص منها. هنعمل تنظيفات عميقه بقى للشقه، وهنعمل بصوا افكار حلوه جدا، تاخدي افكار هتعجبك ان شاء الله. عايزاكي بقى تاخدي لفه كده في القناه، ولو عجبك اي حاجه واستفدت منها باي حاجه متنسيش اللايك والاشتراك عشان تشجعيني ان انا اعمل لكم فيديوهات حلوه اكتر واكتر. يلا بقى بنقول بسم الله كده ونبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده ده حوالي كده كيلو ونص من الاجنحه. تمام. انا بحبها جدا، بصوا انا بعشقها ولازم اجيبها، وهنتبلها بتتبيله حلوه قوي. ده كده نص كبت ب50 جنيه، الاجنحه ب70 جنيه. تمام. طيب ده ايه كده؟ ده كيلو الا ربع بانيه، البانيه عامل 200 جنيه، يبقى كيلو الا ربع البانيه عامل كام؟ 175. دول كده 6 وراك، كل 3 حوالي كيلو وحاجة بسيطة. عملولي 210 215 حاجة كده برضه. عايزة اقول لكم ميزانية الحاجة دي كلها تدخل في حوالي 475 او 500 جنيه. تمام. طبعا هنعمل للعيد وهنعمل لبعد العيد، يعني اللي هو احنا بنمشي بيتنا بطريقتنا. هديكي كمان نصايح حلوه قوي هتعجبك ان شاء الله، كملي الفيديو معايا للاخر. تعالوا بقى كده انا بعمل ايه دلوقتي. انا باخد القطع اللي تنفع تتعمل بانيه عشان اتبلها تتبيله هتعجبك قوي 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 لو جربتيها وهتدعيلي عليها. تعالوا بقى كده، اول حاجه انا جبت كوبايه زبادي واي نوع زبادي، وانا بصراحه والله ما بعرف ايه المقاطعه وايه اللي مش مقاطعه. يعني لو دي مقاطعه قولوا لي عشان ما اجيبهاش تاني بجد. والله فعلا ببقى مش عارفه، لاني انا بجيب الزبادي البلدي على طول، بس ابني اللي جاب لي دي لما بعته، فانا مش عارفه بصراحه دي مقاطعه ولا لا. فبرضو يعني من باب العلم بالشيء لازم تقولوا لي. وضفت عليها بضايه، وهحط عليها ملح وفلفل والسبع بهارات، هقلبهم حلو قوي قوي قوي. وهتبل بيهم البانيه بتاعي. طيب، هتقولي لي الزبادي ينفع تتحفظ في الفريزر؟ طبعا ما فيش مشكله خالص طالما دخلت فيها حاجات تانية. انا دخلت فيها البيض والبهارات، فما تقلقيش خالص. وتبلت بيها البانيه. انا متعمده اعمل لكم التتبيله ديت عشان نغير في التتبيلات شويه ونعمل حاجات مختلفه مع بعض. عملنا تتبيلات تانية كتير، فانا قلت اغير لكم في التتبيله شويه واعملها لكم بالزبادي، على فكره بتبقى تحفه جدا. جبت بقى الاطباق ديت وشلت كده البانيه بتاعي عشان هبتدي ان انا اكمل بقيه التتبيلات معاكم واوريكم بقى شكل الحاجات اللي هنعملها، وقد ايه بجد هتنفعك جدا في العيد وهتنفعك كمان بعد العيد، لان بيبقوا المحلات قافله، بتبقى اجازه بقى والناس مسافره بتاع، فتبقى عامله حاجتك ومرتبه نفسك على ميزانيتك. ممكن مثلا ميزانيه 1000 جنيه تجيبي كيلو من اللحمه نص مفروم ونص سليم، تقسميه بطريقتك بقى وتشوفي هتعملي ايه. و500 جنيه يبقوا للفراخ، برضو تقسميها بطريقتك وتمشي دنيتك يوم كده ويوم كده، هتلاقي العيد بقى احلى عيد عليكي. جبت كمان القطع الكبيرة والتخينة شوية كده، اللي هي بتبقى يعني قطع كده تحسيها ان هي ما تنفعش بانيه، بس هي تنفع برضو، بس اللي هو ايه القطع اللي هي بتبقى مش متساوية شوية بتاع. باخدها واقطعها كده شاورما وهتبلها برضو تتبيله سهله قوي، يعني انا مش هعمل فيها اي حاجه خالص، اللي هو حاجات بسيطه قوي. لما نيجي نعملها مع بعضينا ان شاء الله هعملها لكم بطريقه حلوه قوي وجديده. احنا عملنا الشاورما مع بعض كتير قوي، وبصوا يعني اكتر حاجه عملتها على القناه الشاورما، لاني عملتها كتير، استخدمتها في فينو واستخدمتها في عيش سوري، وعملت لكم منها افكار كتير. فانا النهارده هتبلها معاكم بملح وفلفل وشويه زيت بس، شويه ملح ابيض وشويه فلفل اسود وشويه زيت بس، مش هعمل فيها اكتر من كده، مش هحط فيها اي اضافات تانية. طب ليه ما تبلتهاش بتتبيله تانية؟ انا عايزه اتبل تتبيله تانية معاكم وانا بعملها، او عايزه اظبطها كده معاكم وانا بسويها معاكم ان شاء الله. هديكوا فيها فكره حلوه قوي قوي ان شاء الله تعجبكم وتبقى مختلفه. تمام. قطعتها بقى التقطيعه اللي تناسبك والكميه اللي انت محتاجاها، وطبعا كل ست بيت فينا عارفه هتاكل قد ايه، عدد افراد اسرتها قد ايه، ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش. انا مجرد اني بديكي الفكره وانت بقى نفذي بالطريقه اللي تريحك. حطيت عليها شويه فلفل اسود وكمان شويه ملح كده، واحط عليها شويه زيت عشان تديني لمعه كده حلوه، واقلبهم حلو جدا جدا مع بعض، وهضيفها في طبق وهشيلها. ودي كده تاني حاجة معانا، يبقى الكيلو الا ربع البانيه قسمناه لجزئين، جزء بانيه وجزء شاورما. كده بقى عندنا وصفتين حلوين جدا جدا وينفعوا تعمليهم في اي وقت.
ضفتهم بقى في الطبق ده او حطيتهم في الطبق ده، وهحفظهم في الفريزر عادي جدا. ومعاكي اللحوم والفراخ بتقعد معاكي 3 شهور في الفريزر، ما يحصلهاش اي حاجه خالص. بس هركنها على جنب، وهنبدأ بقى في التتبيلة التالتة معانا اللي هنعمل بيها وصفتين حلوين جدا. انا جبت عندي هنا بصل وطماطم وشوية فلفل. التتبيلة دي انا اتسألت عليها كتير جدا مع اني عملتها عملي كتير، بس هنعملها هو عملي قدامكم تاني عشان تاخدوها كده وتنفذوها، وصدقيني هتعجبك قوي. التتبيلة دي انا معتمداها في اللحمة المشوية، معتمداها في الفراخ المشوية. اوقات كتير جدا بتبل بيها البانيه عشان هعمله بانيه. عايزه اقول لكم بجد هتعجبك قوي قوي، ويعني هتحسي طعمها مختلف. انا عن نفسي لما بشوي لحمه بره او بشوي فراخ بره بحب اتبلهم في البيت واوديهم يتشووا. طبعا انا كنت قايله لكم ان تمارا ممنوع خالص ان انا اولع دخان والكلام ده واشوي في البيت، فبشوي في الفرن. لو هشوي على فحم بشوي بره. فلما بشوي بره بحب اتبل انا الحاجه بنفسي، بصراحه بتبقى طعمها احلى بكتير من بره. وكمان لما تبقي غاسله حاجتك كده ومتبلاها انتي بيبقى احسن بكتير. طيب انا عملت ايه؟ قطعت البصل والطماطم والفلفل الرومي وكمان قرن فلفل حراق لو متوفر عندك، وحطيت عليها شويه من هريسه الشطه. هريسه الشطه كنا عاملينها مع بعض في فيديو، ارجعي لها كده في الفيديوهات اللي فاتت، هتعجبك جدا برضو. هريسه الشطه لما بتعمليها وبتشيليها كده في الفريزر وتطلعي تاخدي منها بتفرق معاكي جدا على فكره، في التتبيلات، في تخليل الطماطم، في تخليل البتنجان، في اي حاجه بتفرق معاكي جدا، طعمها بجد في منتهى الجمال. طيب حطيت ايه؟ ملح وفلفل وبهارات اللي هو السبع بهارات، ما بستغناش عنها في جميع التتبيلات، وشوية زيت عشان تديني لمعة كده للفراخ، وشكرا. عندك بقى بابريكا حطي، بس انا ما كانش عندي البابريكا على فكرة، بتدي لون حلو قوي قوي وبتدي طعم برضو مش وحش. طيب عندك جوز الطيب، بتفرق قوي 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 في الطعم على فكرة، بتديكي كده طعم حلو قوي وتست جميل. تبلت الفراخ بتاعتي حلو قوي قوي من جوه ومن بره، ودخلت بقى فيها بصوا كل التتبيله. في تركايه كده صغيره لو حابه تعمليها براحتك خالص. تركايه ايه هي بقى؟ تجيبي كده بصلايه مبشوره وتحطي عليها ملح وشويه فلفل ومعلقه زيت صغيره، وتدعكيهم بقى بالفراخ حلو قوي قوي قبل ما تحطي عليها التتبيله، وبعدين تحطي التتبيله. برضو بتفرق جدا، بس انا اوقات بعملها واوقات مش بعملها. فانا قلت عملتها معاكم من كام يوم يعني في فيديوهات فاتت، فقلت اغير واعمل التتبيله على طول. طيب انا الجنيحه ناويه اشويها برضو، او ناويه اعملها في الفرن مع صينيه بطاطس، ناويه اشويها بره على حسب انتي بتحبي ايه. طيب انا دلوقتي مش هشوي الجنيحه. اقول لك فكره تانية ممكن تعملي الجنيحه بيها حلوه قوي برضو. الفكره التانية ان انتي ممكن تديهم نص سلقه، تفتحيها كده زي ما انا مفتحاها وتديها نص سلقه، وتبدريها في تحطيها الاول في بيضه، وبعدين تبدريها في البقسماط بتاعك او في الفيجيتار بتاعك، وتشيليها في الفريزر كده متبدره جاهزه في الفيجيتار، وتطلعيها على العمال على طول. دي فكرة ممكن تعمليها زي كده، تفتحيها كده عشان التتبيلة تدخل فيها من كل حتة، وتتبليها بنفس التتبيلة. انا تبلتها بنفس تتبيلة الفراخ بالظبط، ما حطيتش فيها اي حاجة زيادة خالص، هو نفس التتبيلة بالظبط. دعكتها حلو جدا بقى كده، وهضيفها في طبق. عايزة اقول لكم على فكرة لما تبقى الحاجة جاهزة معانا كده ونطلع على طول ونستخدم، الموضوع ده بيفرق معانا جدا جدا في الوقت. احنا هنبقى في عيد بقى، اللي هو عايزين نخرج، عايزين بقى نتبسط، عايزين كده نستمتع بوقتنا، نجيب فيلم حلو نتفرج عليه، نروح كده عند اهالينا كده ونزورهم ونعيد عليهم. فعايزين نعمل حاجة بسرعة كده، اللي هو الاكل نطلع نعمل، مش لسه بقى هنتبل ونقطع ونغسل. حضري حاجتك من دلوقتي، صدقيني هتفرق معاكي كتير. خلاص كده خلصتها وحطيتها في الطبق وركنتها كده على جنب. واخر وصفة معانا النهاردة وصفة الكبدة. طيب عندك ممكن تعملي حاجتين. انا قطعت الكبد طبعا غسلاها بليمون وبملح، وعايزه اقول لكم انا الفراخ بالذات لازم تتغسل حلو جدا، ولازم تنقعيها في محلول كده حلو اللي هو ليمون وملح وشويه دقيق. ولو عندك بقى كده ورق لورا والكلام ده كله حطي في ميه النقع بتاعه الفراخ او المحلول. هتبصي مش هتشمي الزفره فيها، مش هتحسيها اصلا في الطعم ولا في اي حاجه. طيب انا قطعت الكبده كده وهبهرها معاكم واشيلها على طول. ممكن تسلقي الكبده، تديها كده نص سلقه، وتطلعيها تشيليها سليمه زي ما هي، فده تمام وده تمام. طيب لما اسلقها واشيلها في الفريزر ايه اللي هيحصل؟ هتطلعيها تقطعيها وتعمليها عادي جدا كبده عادي خالص زي ما بنعملها كبده طاسه عادي خالص، يعني اللي هو بقى عليها ملح وفلفل شويه بهارات، عايزه تحطي فصين توم مفيش مشكله، عايزه تحطي بصلتين حلوين برضو مفيش مشكله، ملح وفلفل وبهارات بقى، وهتبقى الكبده جاهزه معاكي.
انا ما عملتش كده. انا غسلتها حلوة قوي قوي وقطعتها وحطيت عليها ملح وفلفل وشوية شطة. الشطة بتفرق جدا فيها. وكمان شوية زيت صغيرين، وخلاص كده خلصتها. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هضيفها في الطبق وهكيسها وخلاص. وخلصنا خلاص، يعني اللي هو كده بصوا حضرنا بقى كل حاجة بسرعة. عايزة اقولك عدي كده معانا كام وصفة للعيد: 1 2 3 4 5 6. 6 حاجات ممكن نعملهم في العيد. غير بقى لو انت جايبه لحمه وهتشويها. غير بقى لو انت كده يوم هتقضيه بقى وتعملي اي اكله كده خفيفه. هتبصي تلاقي نفسك بجد انجزتي وقت كبير. حبيت كده زين الاطباق، فكان عندي في الفريزر شويه فلفل الوان وشويه فلفل اخضر، وقلت كده ازين الاطباق بحيث انها تدي منظر حلو. بس خلصنا خلاص. كان عندي بقى شويه مواعين بعد ما خلصت كل الحاجات الحلوه اللي قدامكم دي، قلت اغسلها معاكم وندردش مع بعضينا شويه. دردشه بقى بتاعت ايه؟ الستات بقى اللي لما بيبقوا فاضيين، انتوا عارفين بقى لما بنبقى فاضيين بنحب ايه ندردش بقى. خلصت خلاص بقى وهكيسهم واشيلهم في الفريزر. بصوا ما شاء الله الحاجه جميله وشكلها بصراحه يفتح النفس. انا عايزه اسمع رايكم في الفيديو ده. كده بقى احنا خلاص خلصنا كده تجهيزات العيد. ارجعوا للفيديوهات اللي فاتت وما تنسيش اختك كده باشتراك ولايك، وشجعوني كده ان انا اعمل لكم حاجات احلى واحلى. كل ما الفيديو بيبقى عليه تفاعل والفيديو بيبقى يعني فيه لايكات حلوة وفيه تعليقات حلوة، بحس ان انا عندي باور اعمل لكم حاجات احلى واحلى واحلى. بجد بحس ان انا نفسي اديكوا اكتر واكتر عشان القناة يعني في مرحلة حلوة مثلا، فبحس ان انا عايزة اعمل اكتر. مبسوطة، عندي طاقة حلوة، عندي طاقة ايجابية، فاهميني؟ ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. وبجد ما تحرمش من كل واحده فيكم بتاخد من وقتها دقيقه وبتكتب لي تعليق حلو، ولا من كل واحده فيكم بتحط ايديها كده على اللايك وتضغطوا. يا رب يبقى احلى عيد عليكم. كل سنه وانتم طيبين. وحابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين من دلوقتي، عشان بقى نبدا كده سلسله تنظيفات للعيد حلوه قوي قوي تعجبكم كده ان شاء الله، تاخدوا منها ايه؟ طاقه كده. بصوا يعني انا ايه، حته تنظيفات العيد ديت، احنا كلنا بننظف في بيتنا وكلنا بنعمل في بيتنا وكلنا بيبقى عندنا اللي هو ايه يعني التنظيفات، كلنا بننظف وبنعمل وبنسوي وكل الكلام ده كله في بيتنا. بس انا لما بعمل فيديو تنظيفات ببقى عايزه اديكي طاقه. ممكن لو شفتيني وانا بغسل كده سجاده مشايه بتاع، تقومي كده تحسي انك عندك باور وتجري كده تعملي اي حاجه وراكي. ممكن تشوفيني وانا بغسل شويه مواعين كده، بالنسبه لك ممكن يكونوا حاجه بسيطه، بس تاخدي منهم طاقة تقومي تخلصي اي حاجة وراكي في الحوض. انا عن نفسي لما بشوف فيديوهات روتين او طبخ او كلام من ده، بحس ان انا عندي طاقة ايجابية وعايزة اعمل حاجات اكتر. فاهميني؟ انا قناتي اوقات ممكن كده وانتوا بتتفرجوا يجيلكوا ملل. هو القناة عبارة عن طبخ وروتين وكلام من ده؟ هو انا ما تقليش الكلام ده الصراحة، بس انا بقول لكم اللي ممكن يحصل انكم تحسوا ايه الملل ده. انا برضو يعني اوقات باخدكم كده فلوجية حلوة، اوقات كده لما بشتري مشتريات بوريها لكم. فانا قناتي كده حاجة كده ايه شاملة، اللي هو روتين وطبخ وافكار حلوة نقولها لبعضينا. كمان لو عندي مشتريات جديدة بوريها لكم، بوديكم كده افكار منها. لو خارجة خروجة حلوة باخدكم معايا فيها. فالقناة كده شاملة كل حاجة. وعايزاكي بقى تقولي رأيك في الفيديو. بعدين بقى احنا داخلين على عيد كده، مش عايزين كسل، مش عايزين بقى وخم، عايزين كده نشد حيلنا ونعمل اللي ورانا ونحضر حاجتنا عشان العيد كده يبقى حلو علينا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما كده تكونوا معايا وفي حياتي. وجود كل واحدة فيكم بجد والله بفتكر كل واحدة فيكم، بدعي لها من كل قلبي. بدعي لكم كتير جدا، وكفاية ان انتوا لما بتقولوا لي ادعي لي يا اسراء ربنا يكرمني، ادعي لي يا اسراء ربنا يفك كربي. بجد والله بجد انا بدعي لكل واحدة فيكم ربنا يجازيكم كل خير ويخليكم ليا. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو بقى بقول لكم تاني اهو اللايك بتاعكم الحلو، وكمان الاشتراك في القناة وكمان شير الفيديو كده على قد ما تقدري. بحبكم في الله جدا جدا. باي باي.